اخطاء بتدمر نتائجك. في شويه حاجات للاسف لو بتعملها هتقلل من النتائج بتاعتك. اول حاجه التطبيق الغلط للبروجريسيف اوفرلود. استعجالك على تدرج زياده الاوزان من غير تركيز ده مش هيوصلك خالص لهدفك، ده بالعكس ده هيقلل من حجم استفادتك من التمرين، وكمان ممكن يعرضك للاصابه. تاني حاجه انك تغير التمرين كل اسبوع. الصح طبعا ان انت تلتزم على جدول التمرين ويكون ثابت من 4 ل 6 اسابيع علشان جسمك يتكيف ويعمل ادابتيشن على نظام التمرين، وتقدر تحافظ على التكرار واستهداف الماسل فايبر. ثالث حاجه العدات اللي بتلعبها في كل مجموعه. الافضل انك تنوع في عدات جدول تمرينك بين العدات القليله والمتوسطه والكبيره على حسب التمرين وعلى حسب حجم العضله علشان تزود من قوه وتحمل العضله. اخر حاجه تقليد تمرين المحترفين. ببساطه اسلوب تمريننا مختلف بسبب الحجم العضلي الكبير، وده مش هيناسبك لان انت لسه بتبني جسمك. ومن الاخر لازم تبقى محدد هدف قبل ما تبدا اي حاجه وتشتغل على الهدف ده ان انت توصل. وممكن تنضم لينا في تيم عز، هنساعدك في ان انت تطور من شكل جسمك وتحسن صحتك في فتره قليله.